يا أهلا وسهلا فيكن ويسعد لي أوقاتكن يا رب. اليوم رجعت لكم بفيديو طريقة عمل الكيكة بنكهة البردقان على الطريقة التركية. مثل ما شايفين كيكة كتير طيبة وكتير طرية وهشة مثل القطن ورطبة أبدا منا ناشفة. طريقة عملها كتير سهلة ومكوناتها محتوياتها كتير بسيطة وبأقل المقادير، يعني اقتصادية وموجودة مقاديرها بكل بيت. هلأ أول شي رح نعمله هو بدنا ندهن قالب الكيك بالسمنة الدايبة، وبعد هيك راح نحطه بالبراد لحتى تجمد عنا السمنة. هيدي الطريقة حتى ما تلزق عنا الكيكة بأرضية القالب مشان تطلع معنا بكل رياحة. الخطوة الثانية هي رح احتاج ل2 عدد بيض، عدد 2 بدرجة حرارة الغرفة، وراح اضيفلن كوب من السكر ونصف كوب حليب. عندي زرف فانيليا كمان راح اضيفه. عندي هون بردقانة حجم وسط برشتها وعصرت نصها. عندي كوبين طحين، كوبين مقاس 200 ملي، مقاس كوب المي العادي، أنا بهيدا الكوب بعير دايما. بعد هيك رح نخلط المكونات اللي أضفناها كلها مع بعض شوي. أكيد بدي يكون هلأ مجهزة 100 غرام زبدة بدرجة حرارة الغرفة طرية، أكيد ما رح تكون دايبة ولا رح تكون باردة، بدرجة حرارة الغرفة. رح نضيفها كمان، يعني مثل ما شايفين بهالشكل كلهم أضفناهم مع بعض. وهلأ رح نخلطهم ليصيروا عنا قوام متجانس وبنفس الوقت بيشبه الكريمة. سهل كتير ورح تطلع معكن كتير طرية ورطبة قطنية ونكهتها أكتر من رائعة. هلا رح اخفقها لمدة دقيقة، ما بتحتاج لخفق كتير لحتى تصير عنا خفيفة بتشبه الكريمة. هلا انا بالنسبة للبردقان عصرت انا بردقانة حجم وسط. هلا كل بردقانة بتختلف، اذا كانت يعني مقدار عصير مقدار كوب شاي، لا اكتر ولا اقل بدكم تحطوا، وبرش البردقانة كامل. هلا انا رجعت حطيت من بعد ما خفقتن وصار عندي قوامهم منيح بيشبه الكريمة، اضفت لهم ظرف بيكنج باودر، ورح اخفقهم على اخف عيار بالخفاقة. ما بدنا نشتغل فيها كتير، بدنا نخفقهم لحتى بس يختفي عنا البيكنج باودر او يتجانس مع الخليط. بعد هيك مثل ما شايفين القوام عندي كيف صار، بيشبه الكريمة، لونه فاتح غير شكل. هلا بدنا نجيب القالب يلي حضرناه قبل ما نبلش. طبعا نحن هون بدنا نكون محميين الفرن على درجة حرارة 180. هلا رح فضي الخليط بقلب القالب. الخليط عنا طلع بجنن. هلا اذا ما كان عندكم مثلا متوفر القالب فهيدا الشي منه اساسي، بامكانكم تحطوها بصينية الفرن العادي وتخبزوها بقلب صينية.
كمان بتعطينا نفس النتيجة، بس القالب كان بيعطينا شكل حلو ما أكتر. منجود بالموجود يعني. كيكة كتير سهلة وكتير اقتصادية، وبإمكانك تعمليها بأي وقت، وكتير مغذية. الأولاد الأطفال كتير بحبوها، مناسبة جنب الشاي جنب القهوة، بأقل المقادير. هلأ رح دخلها على الفرن على درجة حرارة 180. أول شي أنا رح أخبزها من تحت، بس تنفخ عنا. ما رح نفتح الفرن أكيد قبل بنص ساعة أو أكتر، يعني حسب درجة الفرن عندكم، حرارته. كل فرن وبتختلف الحرارة تاعيته، انتو حسب ما انتو متعودين على فرنكم. هلا أنا عندي فرنة من فوق بحمي أكتر من تحت، فأنا بحطه من تحت، بعدين بشغل من فوق. بعد ما ينفخ بلاقيه نفخ، بشغل عليه من فوق بعد شي نص ساعة. بنتركه لمدة بتتراوح من 35 دقيقة ل40 دقيقة أقصى حد. أكيد ما رح نفتح الفرن عليه دغري بس يستوي، رح نخليه نريحه لمدة 5 دقايق. بعد هيك بنفتحه ومنفضيه بطبق التقديم. وإذا بتحبوا تزينوه كمان بالسكر البودر أو بصوص الشوكولاتة. الشوكولا بتعطينا طعم كتير طيبة مع نكهة البردقان. هيدا الشي اختياري منه أساسي، وألف صحة وهنا يا رب. وهيدي هي كانت وصفتي لليوم، إن شاء الله تكون نالت إعجابكم وكون أفدتكم فيها. وانطروني إن شاء الله بالفيديو القادم مع وصفة جديدة وبطريقة كتير سهلة وبسيطة. انطروني إن شاء الله بالأيام الجاية، رح نزلكم طريقة عمل كيكات كتير طيبة وكتير سهلة. مثل ما شايفين عندي الكيكة رطبة وبتفتفت، مثل ما شايفين هلا عندي كيف شكلها طلعت. عن جد كيكة أكتر من رائعة ومرتبة، يعني مناسبة للضيافة. كتير شكلها مرتب. وبس هيدا كان كل شي. إذا كنتوا لأول مرة عم بتتابعوني، فضلا وليس أمرا عملوا لي لايك للفيديو للتشجيع ولدعم الفيديو، واشتركوا بالقناة وفعلوا جرس الإشعارات ليوصلكم كل جديد إن شاء الله بالأيام المقبلة. وبحبكم كتير، وباي باي.